السلام عليكم. النقابه ديال الصحافه نظموا المهنه في البلاد، نقولوا باننا نعترف بوجود صحافه فضائحيه في المغرب وصحافه التشهير وصحافه التهديد، وبانه ها القوانين اللي كتعكس الممارسه ديالها، واشنو هما الحدود اللي ما خصهمش يتجاوزوهم. راه باش نوليو صحفيين دابا في المغرب ولينا محتاجين البورطابل كاميرا، نكونوا كنعرفوا نجريو ونقولوا شي كلمه شي كلمه شي كلمه شي كلمه، ونمارسوا الضغط وما نحترموا حتى شي واحد. ما نعرفوا لا اللي حزن، لا اللي فاقد شي واحد اللي عزيز عليه، لا اللي مخلوع، لا اللي مريض، لا اللي عنده هموم الدنيا. خاصنا الماده، خاصنا لا ماتير باش نمشيو من بعد نبداو بالعناوين الفضفاضه. انبطاح، انهيار، انسلاخ، انممات، انزدخار، كل شيء على وزن انفعال. علاش ما كاين حتى شي احترام لحرمه الميت؟ علاش ولينا نتبعوا حنا الموتى الله يرحمهم حتى للقبوره ديالهم؟ وعلاش ولينا كنشوهوا بعائلاتهم؟ علاش حنا كنتنجموا على حساب ناس عايشين مآسي ديك الساعه؟ لا قالك الصحافي القناه ديالنا حبس الخدمه ديالو بعد انهيار الاخت، راه هو اللي جاب لها انهيار تابعه نهار وما طال، ما خلاها تبكي في خاطرها، ما خلاها تحزن في خاطرها، ما حتى شي حاجه. قررتوا تبداو ديروا نتوما الكاميرات في القبر تشوفوا واش كاين عذاب القبر ولا واش نكير ومنكر وقتاش غيهبطوا ولا عباد الله. سي افخو، سي موش اصاحبي، سي خايب، هادشي خايب حتى المعاوده. شنو هو النوع ديال الصحافه اللي كتمارسوا؟ واش هذيك فعلا صحافه؟ واش ما عندنا حتى شي واحد دابا جالس في شي بيرو ولا جالس مون شي ايكرون كيقول راه هادشي خاصو يتبدل؟ العياقه هادي، وي ديروا شي لجنه درسوا هادشي. وما يمكنش راه غنظموا كوب دو موند في 2030، غنظموا كوب دافريك في 2025، علي بابا داخله دير استثمارات، ايلون ماسك جيب وحشومه داكشي يدوز في ستارلينك ديال ايلون ماسك، راه مستحيل. واش نتوما كتعرفوا شنو هي استغلال الجنازه لتصفيه الحسابات؟ راه ايتيكمون سا مارش باش كنعلموا لولادنا. واه